السلام عليكم. معانا النهاردة الشيش طاووق الدجاج بتتبيلة سهلة وسريعة وطعمها خطير بدون لبن أو حليب أو زبادي أو بصل أو مية بصل. تتبيلة سهلة وبسيطة. وكمان هنعمل الرز المبهر بالرز المصري مش بالرز البسمتي. نبتدي كده بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعمل ايه. أول حاجة يا بنات، كان عندي صدر فرخة في الفريزر، طلعته قطعته مكعبات وسط، لا صغيرة قوي ولا كبيرة قوي. نتكلم بقى عن التتبيلة، وطبعا كل حاجة هتكون مكتوبة في صندوق الوصف بالتفصيل. معايا عصير برتقانة بلدي صغيرة، ومعايا خل وزيت وكاتشب. توابلنا بقى ملح وفلفل، وكمان رشة من السكر وكاري وكركم وتوم وبصل باودر، وكمان حطيت رشة من البابريكا ورشة من الزعتر، وكمان معايا الكاتشب. نبتدي كده نقول بسم الله. هنحط عصير البرتقانه. طبعا انا بجيب البرتقانه البلدي الصغننه وقسمتها نصين وعصرتها، يعني انا ما ضربتهاش في الخلاط، انا عصرتها كده يعني يدوي. دلوقتي هبتدي احط معلقه كبيره من الخل ومعلقه كبيره من الزيت، وهبتدي اقلب كده المكونات الجافه مع بعض. زي ما قلت لكم هكتب لكم كل التفاصيل دي في صندوق الوصف. هبتدي كده اقلب المكونات مع بعض كده، وهبتدي انزل برضو بالكاتشب. طيب لو مش متوفر عندك كاتشب، ممكن تضيفي معلقة من الصلصة بس تكون تقيلة يعني مركزة. او لو ليكي في الحاجات السبايسي ممكن تحطي شطة سبايسي يعني بديل. وكمان ممكن تحطي مستردة، بس انا اكتفيت بالتتبيلة كده. هبتدي اضيف الصدور الفراخ بتاعتي. طبعا هو شيش الطاووق يا بنات بيتعمل اصلا بوراك الفراخ، بس احنا المتوفر عندنا دلوقتي هي الصدور. حاولي ما تقطعهاش كبيره قوي ولا صغننه قوي علشان ما تنشفش معاكي وتلاقي حاجه تاكليها. هبتدي اسيبها كده في التلاجة فتره كافيه. انا كنت مستعجله فاشتغلت فيها يا بنات بعد ساعتين. معايا اعواد الشيش طاووق، حطيتها في ميه بارده من الحنفيه يعني حوالي ساعة، علشان لما اجي اشوي الشيش طاووق بتاعي العصيان ما تتحروقش وتدي طعم حروقة، او يعني حاجة تبقى محروقة كده في الدجاج يعني. هبتدي ارص ايه، حطيت بصل وحطيت فلفل اخضر او فلفل الوان متاح عندك. انا ما كانش عندي فلفل الوان، فقطعت زي ما انتم شايفين كده مكعبات بصل ومكعبات فلفل. الفلفل الاخضر بتاعي كان تحس ان هو ايه ملون كده، واخد احمر على اصفر. فالترتيب برضو زي ما انتي حابة. عايزة تحطي بصل فلفل فراخ بعدها طماطم، او لو حابة تحطي كوسة او بطاطس، ده يرجع لذوقك الشخصي. انا بكتفي بالبصل وبالفلفل كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. هنرجع نقول تاني اعواد الشيش طاووق لازم الخطوة دي مهمة ننقعها على الأقل نص ساعة في مية من الحنفية أو مية باردة. هخلص الكمية بتاعتي زي ما انتم شايفين، اللهم بارك. بيعمل معاكي كمية كويسة. ده كان حوالي يعني أقل من نص كيلو أو نص كيلو من البانيه او صدور الفراخ. صدر الفراخ طبعا البانيه ما ينفعش لانه بيبقى رقيق. لو الصدر على بعضه بتقطعيه مكعبات زي ما انت حابه. جبت بقيه التتبيله ورصيتها كده، رشيتها كده على الوش بتاع بعد ما خلصت يعني تشكيل الاعواد. دلوقتي يا بنات حطيت في طاسه سخنه جدا على اعلى نار. لازم النار تسخن جدا والطاسه تسخن جدا. حطيت حوالي معلقتين من الزيت، ما تكتريش زيت. لازم الطاسة تكون سخنة زي ما قلنا علشان الشيش بتاعنا ياخد الصدمة علشان يستوي ويحتفظ بالعصارة بتاعته جواه وما ينشفش. هبتدي اقلبه من كل النواحي، يعني 4 نواحي كده يتقلب علشان ياخد اللون الحلو ده. عايزة تحطيه في صينية في الفرن وتسويه واحدة واحدة براحتك. بصوا اهو بياخد اللون زي ما انتم شايفين كده. هبتدي اشيل بقى واقلب على الاربع جوانب كويس جدا. طبعا الصدور يا بنات يعني بتستوي بسرعة، وخصوصا انها متقطعة قطع صغيرة. فانا مجرد ما هيتشوح من جميع الجهات هو لسه كده ما خدش السوى المظبوط، فاضله كده ايه تكة بسيطة. هبتدي ارص بقية الاعواد اللي احنا عملناها مع بعض اهو. تمام، انا خلصت اول دور فحطيت دور تاني.
حاول ما الزقهمش قوي في بعض علشان اما اجي اقلب اعرف اقلب كويس، وان الصدور بتاعتي او الشيش بتاعي يستوي كويس جدا. واما اجي برضو اعبيه او يعني اشيشه، ما اضغطش جامد البصل على الخضار على الفراخ، علشان اسيب يعني ايه براح او مسافة بسيطة جدا علشان كله يستوي مع بعضه، ميبقاش حاجة مستوية وحاجة مش مستوية وحاجة مش واخدة لون. خلاص يا بنات، الجزء اللي تحت او الاعواد اللي تحت ابتدت خلاص تستوي. هبتدي اجيب كل الكمية بقى بتاعتي واحطها في الصينية، عشان كده انا عاملة صينية كبيرة. هبتدي اجيب بقى التتبيلة اللي احنا كنا متبلين بيها الاعواد. تمام، وغطيتها كده حطيتها، وهبتدي اهدي النار واغطيها بفويل واسيبها 10 دقايق كده لحد ما تتشرب التتبيلة بتاعتنا. مش عايزة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي وطعمها عامل ازاي. نيجي بقى دلوقتي، شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفة. ممكن تقدميها في عيش او مع الرز المبهر. انا عملت الرز المبهر بالرز المصري، وممكن تعملي برضو الطريقة دي بالرز العادي اللي هو قصدي الرز البسمتي. تعالي نشوف الطريقة بتاعته عاملة ازاي. هنحط على حلة على البوتاجاز، ونحط فيها حوالي معلقتين كبار من الزيت. هحط بصلة صغيرة كده مفرومة في الكبة، وهبتدي اشوحها كده واحدة واحدة. انا مش عايزاها تاخد لون غامق، لا، انا عايزاها اللي هي ايه، ريحتها بس تطلع كده او تدبل. هنشوف بقى التوابل، انا كاتباها لكم على الشاشه: ملح وفلفل اسود، لومي، واحده من اللومي، عود قرفه، كاري، كركم، حبهان، مرق الدجاج. تمام. وكمان لو عندك قرنفل ممكن تضيفي واحدتين 3. عندك بهارات الكبسة الجاهزة براحتك. انا مجرد ما الريحة بتاعت التوابل بتاعتي تظهر، انا مش عايزاها تتشوح زيادة عن اللازم. مجرد ما الريحة بتاعتي تبتدي تظهر واشمها مع البصل، هبتدي اضيف المية. طبعا مية الرز المصري، كل كوباية رز ليها كوباية من المية. وساعات في انواع من الرز بتحتاج مية كتير، فاظبطي العقد بتاع الرز بتاعك، عقد المية بتاع الرز بتاعك. طبعا لو رز بسمتي، كل كوباية رز بسمتي لها كوبايتين من المية. هبتدي اول ما المية غليت عندي يا بنات، هبتدي انزل بالرز وهعمله بقى ايه يغلي. واول ما يجي يتشرب زي ما انتم شايفين كده، هبتدي اهدي عليه النار خالص زي الشمعة. شايفين انا لسه يا دوبك بيتشرب. بصوا مفلفل وجميل. طلعت طبعا التوابل اللي هي جوه الصحيحة، حطيتها كده على الوش. عايزه اقول لكم يا بنات، مفلفل وحاجه كده زي الفل. ينفع قوي جنب الفراخ المشويه واي مشويات، والشيش طاووق بيدي طعم حلو جدا جدا جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم، بس ما تنسيش اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.